السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما ومن قناة تحت المجهر الرياضية. هذا أخوكم معيش محمد، يتمنى لكم أطيب الأوقات. اللاعب اللي كان سجل الهدف، رغم صراحة أن كنعتبره هو نجم المقابلة، هذاك اللاعب اللي بيلو صراحة قام بمقابلة ممتازة رغم ضياعه للهدف، ولكن لعب مزيان، لأن باقي كتنتظر مقابلة قوية أمام القطن الكاميروني هناك في الكاميرون. خصو النتيجة ديالها مهمة ومهمة بزاف، خاصو ما يخسرش على الأقل ما يخسرش في الكاميرون، وإلا ربح ولما لا، وعندو الإمكانيات باش يفوز. وكما شاهدتم في الحلقة الماضية، والرأي ديالي حول اللاعب ليبيلو صراحة، واللي كان نجم اللقاء السابق أمام الأهلي المصري بذاك الهدف الجميل الرائع في مرمى الشناوي، اليوم ليبيلو يؤكد جودته. اليوم كيسجل جوج أهداف رائعين ومهمين للغاية. اليوم الهلال السوداني يصبح لديه 6 نقاط من فوزين: فوز على الأهلي في الديار، وفوز خارج الديار على القطن الكاميروني. صراحة فوز مهم ورائع في آن واحد. صراحة اليوم الهلال كيف لعب في الشوط الثاني مغاير تماما على الشوط الأول صراحة. والهلال ديال الشوط الثاني هذاك هو الهلال اللي غادي تبقاو تشوفوه من هنا لقدام. هذاك الهلال فيه واحد انضباط تكتيكي رائع، وفيه طريقه ولات واحد الهويه او ديال الهلال وطريقه ديال اللعب، خاصه مني دخل إيبينغي عبد الرؤوف اللي ولا كيشد كره وكيلعبها تمريرات قصيره، وبذلك قدروا يمتصوا الضغط ديال القطن الكاميروني. صراحه ما بقاوش كيقدروا يمشيو الكره الا في اللحظات الاخيره. عاد شفنا القطن تحركوا، ولكن حتى في تلك اللحظات كان الهلال يقدر يزيد هدف او هدفين، لانه بدا كيلعب على الهجمه المرتده، وكان صراحه كان ليبيلو يقدر يزيد هدفين. لهذا أشيد مرة أخرى بالمدرب إيبينغي، وأشيد بلاعبي الهلال اللي بداو يستوعبوا الفكر التكتيكي لهذا المدرب، وبدات اللمسه ديالو كتبان صراحه. واللي عجبني بزاف في هذا الهلال انه بدا كيتبدل، العقليه بدات كتبدل. كنا كنشوفوا ان الهلال كيلعب مزيان، ولكن كيجي حتى اللحظات الاخيره او اخر الدقائق وكيضيع المقابله. اليوم كان كان شويه كان ابو عشرين غير غادي يضيع المجهود ديال الفريق ككل بهذاك التدخل، رغم ان ابو عشرين الدور ديالو مهم في حراسه المرمى ديال الهلال صراحه، يعطي الامان وحارس ممتاز، رغم انه كيقوم بعض المرات بعض الهفوات، ولكن مع مرور المقابلات غادي تحيد منه هذا الشيء، خاصه بوجود المدرب فلوران إيبينغي. صراحه اليوم إيبينغي بدا كيعتمد على واحد التشكيله اللي لاحظناها مؤخرا، انه بدا يثبت على التشكيل، وهذه ميزات الفرق الكبيره صراحه. فشفناه يعتمد بشكل كلي على ابو عشرين في المرمى وقلبي الدفاع، خلى داك عثماني ديوف مع محمد إرينق، ورجوع اطهر الطاهر على الجهه اليمنى. صراحه ولا داكشي مزيان بزاف، مع وجود ابراهيم ايمور.
لارير غوش. هذاك صراحه احسن من فارس عبد الله. فارس عبد الله كان خصو الخدمه. داك فارس عبد الله صراحه كان خصو يحترف ولا شي حاجه باش يطور المهارات ديالو. سريع، عنده الكره صحيح قوي، ولكن كان كيدير هفوات كثيره وكثيره، ولا كان لهجم كينسد دفاع، وهذا مشكل كبير كان عند فارس عبد الله. بينما كنشوفوا ايمورو مع باقي اعضاء الدفاع فكنشوفوه انه ثابت وبداو كينسجموا وبداو كيولفوا بعضياتهم. هذه ميزه اخرى في الهلال ديال هذه السنه، اضافه الى عوده عبد الله ابو عقله، الرجل القوي واللي كيدير واحد المجهود خارق في وسط الميدان. صراحه خصو يلعب. علاش خصو يلعب؟ لان بوغبا لاعب ممتاز صحيح، لاعب ممتاز، ولكن باقي صغير في السن، باقي تلزمه الخبره اللي عند ابو عقله، عبد الله ابو عقله. يعني ولات داك الوسط الميدان ولا فيه الخبره مع الشباب، بهذا المعنى هذا اللي بغي نقول، يعني كيكملوا بعضياتهم. وصراحه لا في الماتش ديال الاهلي ولا في هذا الماتش كنحس بان كاين هناك واحد انسجام بين بوغبا وابو عبد الله وعبد الله ابو عقله. كيلعب معاهم داك وسط الهجوم الاخر. كنظن بقى مازال ما تحفظاتش ليا سميتو، ولكن غادي مهم. على العموم ماشي انا باقي مازال ما شفت منه والو. داك المحترف الاخر ما صراحه ما شفت فيه حتى شي حاجه صراحه. والخروج ديالو والدخول ديال عبد الرؤوف بان الفرق، كيبان الفرق. عبد الرؤوف كاينه الكره، برد الماتش مزيان، تمريرات قصيره، تحكم في وسط الميدان بشكل زوين بزاف. وفي الهجوم ولينا كنشوفوه كيلعب لامين كارغو لامين كارغو، داك اللاعب اللي كيلعب بالرجل اليسرى مع عبد الرحمن الغربال وليبيلو. زعما اصبح يثبت على هذا التشكيل، وهذه مزيانه بزاف، لان كيبدا العناصر كيبداو ينسجموا بيناتهم، وكتبدا دوز كره. دوك الاوتوماتيزمات كيبداو يولفوا وكيعرفوا بعضياتهم، كيعرف اشنو خصو يدوز ليه. بحال مثلا ليبيرو عارفينه سريع وداكشي كيدوزوا ليه الكره في الامام. محمد عبد الرحمن كثير التحرك خاصه في الكاري دي زوج، كيبداو يدوزوا ليه دوك الكورين اللي كيبغي هو. بهذه الطريقه سنشاهد ان شاء الله هلالا قويا هذه السنه، ويسير بخطى ثابته نحو التاهل، وغادي يتاهل. خاصه ما خصوش يضيع المقابله ديال القطن الكاميروني في السودان، خاصو يربحها باي شكل. وكذلك ما يضيعش، ما ينهزمش في المقابلتين، لا مع سان داونز ولا مع الاهلي، وبذلك غادي يتاهل وغادي يشكل صعوبه كبيره على الاهلي. وكنظن والله اعلم ان الاهلي هاد السنه ما غاديش يدوز، لان سان داونز ديجا دابا عندهم 6 نقاط، غادي يلعبوا غدا مع الاهلي، وغتكون مقابله صعيبه بزاف. خاصه ان الاهلي ماشي في الماتش الاول مع الهلال ما عجبوني صراحه. الهلال في ديك المقابله لم يسرق الفوز، استحقه عن جداره واستحقاق، وكانت النتيجه تقدر تكون اكثر من هدف لصفر. شفنا ضياع ضربه جزاء، وشفنا الفرص الاخيره اللي جاو سيرتو ياسر مزمل، ديك الكره اللي زلق عليها في الارض ومرت من امامه. صراحه الهلال يبشر بالخير، هذه هي الخلاصه، خاصه مع إبريكي. استودعكم قبل من نودعكم، بغيت نشير النتيجه المهمه والمهمه بزاف كذلك ديال فوز نادي المريخ على شباب بلوزداد بهدف لصفر. والمريخ غادي يقدر يقول حتى هو الكلمه ديالو في المجموعه ديالو،
وصراحه فريق المريخ حتى هو فريق قوي قوي، خاصه دوك المحترفين البرازيليين اللي عنده مع اللاعبين اللي كاينين، حتى هو فريق كتحس به انه فريق قوي صراحه، وكانوا يقدروا يربحوا اكثر لهم، اكثر من هدف. الى هنا استودعكم الله، على امل اللقاء بكم في حلقه مقبله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.